قفزة جديدة وكبرى في أسعار الذهب، وشعبة الذهب تنصح الملايين اشتروا الشبكة دلوقتي. إليكم التفاصيل. لمن لا يعرف قيمة زكاة الفطر هذا العام 2023، البرلمان يبحث مقترحا لإجراء عمليات الحقن المجهري على نفقة الدولة. السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة. قد صرت طبيبا يا بشر، آخر ما كتبه طبيب سوهاج الذي توفى بعد أيام من تخرجه. موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر. لا تنسوا الإعجاب ومشاركة الفيديو ومتابعتنا وتفعيل الجرس. قفزة جديدة وكبرى في أسعار الذهب، وشعبة الذهب تنصح الملايين اشتروا الشبكة دلوقتي. إليكم التفاصيل. وجه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب نصيحة عاجلة للمقبلين على الزواج والمستثمرين قائلا: سعر الذهب في هذا التوقيت مناسب للمقبلين على الزواج، فمن يريد الزواج عليه أن يشتري في هذه الفترة. وقفز الذهب اليوم قفزة جنونية وكبيرة للغاية، حيث سجل الآن عيار 21 2210، عيار 24 2526 جنيه، عيار 18 1897 جنيه، عيار 14 1477 جنيه، الأوقية 2000 دولار. سعر الجنيه الذهب بدون الدمغة والمصنعية 17680 جنيه. وهذه الأسعار تعد مرتفعة عن أسعار الساعات الماضية، حيث سجل عيار 21 الآن كما ذكرنا 2210، وكان يسجل منذ ساعات قليلة 2150 جنيه. فالارتفاع كبير جدا، وكما يقال الآن الذهب اتجنن على الآخر وفي مرحلة الصعود. وهذه كانت نصيحة رئيس وسكرتير شعبة الذهب. هل الارتفاع الذي حدث في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ارتفاع وهمي، وسيكون هناك انخفاض في الفترة المقبلة، حيث رد سوق مصر مفتوح على الخارج، وأسعار الذهب تحدد بالعرض والطلب، فالارتفاع والانخفاض يكون بتأثير السوق والبورصة العالمية وليس كما يقال ارتفاع وهمي. ألقاكم على خير، وننتقل الآن إلى خبرنا التالي. البرلمان يبحث مقترحا لإجراء عمليات الحقن المجهري على نفقة الدولة. هل سيتم التنفيذ أم لا؟ إليكم التفاصيل. يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل عدد من المقترحات بالرغبة المقدمة إلى البرلمان، ومن أبرزها مقترحا بشأن إجراء عمليات الحقن المجهري ضمن بروتوكول العلاج على نفقة الدولة، نظرا لأن هذه العملية تحتاج إلى تكلفة عالية، وهناك بعض المواطنين لا يمتلكون هذا المال. ويستمر مجلس النواب في نظر عدد من المقترحات بشأن إقامة العديد من القوافل الطبية ببعض قرى مركز زفتة بالغربية، وكذلك تطوير وحدة صحية وادي القمر، وإدارة العجم الصحية بالإسكندرية. وأيضا يناقش تخصيص قطعة أرض لصالح الأبنية التعليمية لبناء مدرسة تعليم أساسي بقرية الحامول مركز منوف بالمنوفية، وإنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك الدولة حي الطيارة بالسنبلاوين بالدقهلية. ويناقش أيضا المشروع المقدم من الحكومة بشأن إنشاء أكاديمية شرطة بتعديل بعض أحكامها في القانون رقم 91 لسنة 75. وننتقل الآن إلى خبرنا التالي. قد صرت طبيبا يا بشر، آخر ما كتبه طبيب سوهاج الذي توفى بعد أيام من تخرجه. إليكم التفاصيل. شيع المئات من أهالي مركز أخميم بسوهاج جثمان طبيب امتياز علي نصحي عبد العزيز عبد الرحيم الذي توفى عقب تخرجه من كلية الطب جامعة جنوب الوادي بقنا، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية حادة ومفاجئة. وشارك في تشييع الجثمان أبناء قريته والقرى المجاورة وعدد من زملائه ورفقاء دربه، واتشحت قريته بالسواد حزنا على رحيله المفاجئ عقب تخرجه من الكلية بأقل من 20 يوما. وكان الطبيب الفقيد يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة وسط زملائه وأهالي قريته، وكان آخر عباراته التي نشرها على صفحته: قد صرت طبيبا يا بشر، ما خاب رجاء ليالينا. وأحدث خبر وفاته صدمة كبيرة لدى أهله وأصدقائه وذويه ومحبيه بعد كتابته المنشور عبر صفحته الشخصية: قد صرت طبيبا يا بشر، ما خاب رجاء ليالينا، وكان فضل الله عليك عظيما. تم بحمد الله
تم بحمد الله إنهاء رحلة 7 سنين في كلية الطب رسميا طبيب علي نصحي عبد العزيز رحم الله والدي وبارك في عمر أمي فلهم كل الفضل والعرفان بعد فضل الله عليه. وننتقل الآن إلى خبرنا التالي. السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة. إليكم التفاصيل. نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بشأن تخصيص أراضي مملوكة للدولة لإقامة مشروعات على هذه المدن. قرار رئيس الجمهورية قراره رقم 132 لسنة 2023 بتخصيص مساحة 3 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها في إقامة مدارس تعليم أساسي. وقرر رئيس الجمهورية قراره رقم 133 لسنة 2023 بتخصيص مساحة 2 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قوم أبو راضي ببني سويف لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية. وقرر رئيس الجمهورية قراره رقم 134 بتخصيص مساحة 644 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ناحية بياض العرب ببني سويف لاستخدامها في توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب ببني سويف. وقراره الأخير كان رقم 135 بتخصيص مساحة 97 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ناحية البحيرة وفقا للوحة الإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة لاستخدامها في مشروعات القوات المسلحة. وننتقل الآن إلى خبرنا التالي. لمن لا يعرف قيمة زكاة الفطر هذا العام 2023 إليكم التفاصيل. مع بدء العد التنازلي واقتراب موعد عيد الفطر شغل بال الكثير من المسلمين معرفة قيمة زكاة الفطر لمن تعطى وتوقيت إخراجها وعلى من ستسقط وغيرها من الأمور المهمة. وإليكم التفاصيل باختصار شديد. مقدار زكاة الفطر حددها فضيلة مفتي الديار المصرية ب30 جنيه كحد أدنى للفرد، حيث أنه سيتم تحديد احتساب قيمة الزكاة طبقا لأسعار إرداب القمح، وذلك باعتبار أن يكون جميع المصريين سيتناولون الخبز المصنوع من القمح. ومع العلم بأن تكون زكاة الفطر بمصر وتختلف عنها في البلاد الأخرى الجزائر السودان ليبيا، كل بلد وليها زكاة محددة، بل سيتحدد مقدار الزكاة طبقا لأسعار الحبوب بكل دولة. ومن جهة أخرى أوضحها مفتي الجمهورية أن تكون قيمة زكاة رمضان مبلغ 30 جنيه كحد أدنى، وستعادل 2.5 كيلو جرام من القمح، وذلك عن كل فرد، وهي الزكاة المفروضة في كل من يجد قوت يومه، وذلك حتى لو كان فقيرا، ومع استحباب زيادة مبلغ الزكاة عن الحد الأدنى، وذلك لمن يقدر على ذلك على المساكين ويوسع عليهم ويكون تطهيرا للنفس والصيام من اللغو ومن الرفث. وأعلنت دار الإفتاء أن هناك وقتين محددين لإخراج زكاة الفطر. الوقت الأول هو وقت الوجوب، ويجب فيه إخراج الزكاة في غروب الشمس آخر يوم من رمضان، وذلك هو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. والوقت الثاني المحدد لإخراج زكاة الفطر وهو وقت الأداء، وفيه قالت دار الإفتاء إنه لا مانع شرعا من التعجيل لزكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان، لأن الزكاة ستجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما انجاز تقديمهما على الآخر، ويكون هو مذهب الحنفية. ولكن أيضا لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل بدء الشهر المبارك وهو شهر رمضان. وننتقل بحضراتكم إلى خبرنا التالي. موعد وقفة عيد الفطر 2023 في مصر. إليكم التفاصيل. يبحث الكثير عن موعد وقفة عيد الفطر في مصر بعد الدخول في العشر الأواخر من شهر رمضان اليوم من الشهر الكريم، حيث تبقى تقريبا 9 أيام على انتهاء شهر رمضان. وفي هذا الفيديو نوضح لكم موعد وقفة عيد الفطر في مصر وإجازة عيد الفطر المقررة. وفقا لمعهد البحوث الفلكية يكون موعد وقفة عيد الفطر في مصر الخميس 29 رمضان والموافق ميلاديا 20 إبريل، حيث يأتي شهر رمضان هذا العام 29 يوم فقط. ولكن يجب أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لتأكيد هذا الموعد بإعلان أول يوم في شهر شوال وهو يوم
عيد الفطر. وفقا لهذه التواريخ يكون أول يوم لعيد الفطر هو الجمعة 21 إبريل، وتكون إجازة عيد الفطر من الجمعة. وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر وإجازة عيد تحرير سيناء. تبدأ الإجازة من الخميس 20 إبريل إجازة وقفة عيد الفطر حتى يوم الثلاثاء 25 إبريل إجازة عيد تحرير سيناء. أما باقي الأجازات فالاثنين 1 مايو عيد العمال. وننتقل بحضراتكم إلى خبرنا التالي.